اهلا بيكم في ياسمين's كورنر. يا رب تكونوا بخير وتستمتعوا بحلقة النهاردة. موضوع النهاردة حابة اتكلم فيه عن الانكزايتي او القلق والتوتر اللي هو ملازم معانا بشكل عام. طبعا كلنا عارفين ان الموضوع منتشر قوي بسبب رتم الحياة وضغوط الحياة، لكن بشكل اكتر عندنا كبنات او ستات. ده بسبب ان احنا دايما بنركز في ادق التفاصيل، دماغنا دايما شغالة، بنبص على اللي بين السطور زي ما بيقولوا. ممكن طبعا احنا نتعرض للقلق والتوتر لفترة بسيطة نتيجة لموقف او حاجة حصلت لفترة معينة وخلاص الموضوع انتهى. المشكلة اللي هنتكلم فيها النهاردة هو الانكزايتي او التوتر والقلق اللي ملازم الواحد طول الوقت. اقل حاجة تحصل، اقل موقف، اقل كلمة بتوتر، بتعب، بيجي ضيق نفس، بفضل مسحلة دماغي ومنكدة على نفسي. طبعا اعراضه زيه زي اي مرض، يعني اي تعب روحي او نفسي بيبقى ليه اثار جانبية على جسمنا كمان. يعني مش بس الالام البدنية هي اللي بتتعبنا، لا كمان الالام النفسية ومنها التوتر والقلق بتتسبب في امراض والام بدنية مهما لفينا على دكاترة مش دايما بيقدروا يشخصوها، لازم يكون حد نفسي متخصص. على سبيل المثال ممكن يكون عندي صداع مزمن، طول الوقت مصدعة، طول الوقت جسمي بيوجعني، ضيق في التنفس، خنقة، اوقات بتوصل لبانيك او اللي هو صعوبة في التنفس مع دوخة مع زغللة مع هلوسة. وده نتيجة ان انا بعرض نفسي ودماغي لستريس فظيع، زيادة قوي عن اللزوم وزيادة قوي عن الطبيعي، وفي النتيجة ده بيرجع على صحتي انا وبضر نفسي. لو انتي بتعاني من الموضوع ده لازم تقفي وقفة مع نفسك وتحلي الموضوع بأقصى سرعة علشان ما يتطورش ويوصل لبانيك اتاكس لا قدر الله، وتودي نفسك في حتة ان انتي على طول تعبانة وعلى طول هلكانة ومستنزفة كل طاقتك ومشاعرك على حاجات تافهة او ما تستاهلش. خلينا نفتكر حاجة مهمة قوي، مهما وترت نفسي وضغطت نفسي وفكرت كتير قوي وخططت بالورقة والقلم، ربنا بيكون كاتب خطة احلى بكتير قوي من اللي انا بقعد اخطط لها. اتعلموا دايما ان انتوا تسلموا اموركم لله، خليكوا دايما عندكوا ثقة وامل في ربنا وان تدبيره دايما مش هيجيب شر ابدا. عايزة اقولكوا كمان على كام حاجة من تجربة حقيقية حصلت لي، طبعا مش في يوم وليلة لكن مع الوقت والاستمرارية. دايما لما تحسوا بتوتر او قلق او نوبة قلق شديدة اطلعوا من المكان اللي انتوا فيه، غيروا المكان، تاخدوا دش بارد قوي، ان ده هيساعد ان الكورتيزول اللي في جسمنا اللي هو هرمون التوتر والقلق يهدى ويقل كتير قوي، فبالتالي هقدر اتنفس واهدى. وممكن اطلع كمان اتمشى في بره البيت او في مكان مفتوح، اغير جو، المهم اطلع من المكان اللي انا فيه. لو مش هقدر اعمل رياضة ممكن اتمشى، ده حاجة حلوة قوي، اي حركة تطلع الاسترس اللي في جسمي، لان لو ما عملتش كده او حتى اتحركت خرجت من مكاني كل ده بيتخزن في جسمي. طبعا اهم حاجة تمارين التنفس، كل ما احس بقلق وتوتر لازم افضل انظم نفسي، في تمارين كتير قوي على اليوتيوب للتنفس عشان تهدوا، هتساعدكم كتير قوي وبجد مش هزار، ان من الحاجات اللي طلعتني من الحالة دي. واهم حاجة بجد اهم حاجة ان انتوا لازم تعودوا نفسكم انكم تتحكموا في مشاعركم وتتحكموا في افكاركم. كفاية تفكير سلبي، كفاية تفكير في مشاكل، كفاية تهويل في حاجات ما تستحقش ان احنا نديها الحجم ده كله في دماغنا وتأثر على نفسيتنا وعلى جسمنا بالشكل ده على المدى البعيد. اي موقف يحصل يوترنا ويعصبنا لازم نهدى، نتنفس، نطلع من المكان اللي احنا فيه، نغير وضعيتنا، ناخد دش بارد، نتحرك، نقعد مع ناس ايجابيين، بلاش كلام في سلبيات ومشاكل. وفي النهاية كل حاجة لازم نسيبها على ربنا، لان ربنا هو اللي بيدبر الامر مهما فكرنا ومهما وترنا نفسنا. ودي نهاية الحلقة بتاعتنا، يا رب تكونوا استفدتوا مني وتكونوا استمتعتوا بالحلقة. اشوفكم الحلقة الجاية.